السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل أول حاجة إن شاء الله النهاردة من حاجات العيد بسكويت الشبح أو بسكويت النشادر، ومعايا ماما هتسلم عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. ان شاء الله هنعمل معاكم البسكوت اهو بتاع العيد. البسكوت اهو بسم الله ما شاء الله هش وجميل اهو. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. هنعمله معاكم اهو، المكونات معانا اهو، انا من يوسف هتقول لكم عليه. اهو يا حبايب قلبي، معانا نص كيلو من السكر البودر، وتمن بيضات، ونص كيلو من السمنة والزبدة، وباكوين بودر، وباكو فانيليا، ومعانا 2 كيلو من الدقيق. تاني اهو هنقول على المكونات تاني. اهو أول حاجة 2 كيلو من الدقيق، طبعا منخول. معانا نص كيلو من سكر البودر اهو. اهو ربع كيلو سمنة، وربع كيلو من الزبدة، وتمن بيضات اهو يا حبايبي، وباكوين من البودر اهو، باكو فانيليا جزازة ريح الموز وجزازة ريحة البرتقال اهو يا اهم. حبايبي. اهم يا حبيبي، دول هنحطهم معانا اهو. هنكب الزبدة السكر الاول. صل على النبي اهو، معاك اهو. وهنحط عليه الزبدة. الصلاة على النبي. اهو اهو نزلنا بالزبدة اهو. وهننزل بالسمنة كمان معاهم اهو، بالصلاة على النبي. اهو هنضربهم بقى بالمضرب الكهربائي عشان ايه؟ يخليها كريمة حلوة كده معانا. دي السكر المطحون دي بيبقى حلو جوه في البسكوت. الصلاة على النبي اهو يا حبايبي. هنضربهم الأول من غير البيض، وبعدين نبقى تبقى كريمة كده هنحط البيض. اهو الصلاة يا على حبايبي. النبي اهو لازم نخلط المكونات كويس مع بعض، ما يبقى قوامها كريمي كده. اهو يا حبايبي. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله تعود عليكم الأيام بخير يا رب. هننزل بالبيض واحدة واحدة كده. الصلاة على النبي. الكيلو له 4 بيضات. ودي باكو فانيليا عشان ريحة البيض تنضرب مع السكر والبيض والسمنة. لازم اهو يا نضربها حبايبي. كويس كده بالمضرب اهو، شايفين اهو قوامها. هي كريمة، يعني كريمة معانا ازاي؟ بالصلاة على النبي. هننزل بقى بالدقيق ونحط المكونات الجافة مع الدقيق. بالصلاة على النبي قوامها ما شاء الله عليه كريمي وجميل. اهو. بكون بودر اهم. اللهم صل على النبي اهم. هنحط معاهم معلقتين صغار نشادر. معلقتين صغار اهم. ودي بخلي البسكوتة خفيفة كده وحلو. الصلاة على النبي. يا حبايبي بقى هنخلط المكونات الجافة كده مع الخليط اللي احنا عملناه كويس. دي اهو. جزازة ريح الموز، وبعدين جزازة ريحة البرتقال اهي. لو مية ورد برضو بتسد مكان دي، بس دي ريحته بتبقى حلوة أحسن، أحلى يعني شوية. الصلاة على النبي اهو. دي كوباية لبن هناخد نصها. لو العجينة عايزة التاني هنحط ايه النص اللي فاضل. هنعجن بالايد بقى عشان هو مش بياخد عجن كتير يعني. اهو بالصلاة على النبي. هنلمه لمامين كده بس. اللهم صل على النبي. هنحط الكوباية التانية عشان هو لسه في دقيقة هيعوزها. نص الكوباية اللي فاضلة هنحطه معاكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهو يا حبايبي. كل عيدكم شطار وتقدروا تعملوا البسكوت في البيت، وعمايله في البيت حلوة وبيبقى هش وجميل وهتشوفوها. وسهل وبسيط يعني، عمايله مش تعب ولا حاجة. اهي العجينة بتاعته اهي يا حبايبي. ده مش بتمسك في الايد، تبقى العجينة كده مش ناقصة حاجة، قوامها حلو. اللهم صل على النبي قوامها متماسك وجميل اهو. اهو.
اللهم صل على النبي. هي جميلة العجينة بتاعته 100%. هنشكله معاكم اهو في المكنة. اول صاج معانا اهو يا حبايبي، هنشكله معانا اي ماده دهنيه او زيت هندهنه كويس، وهنشكله بقى بالمكنه، او عندك كيس حلواني برضو هنعمل بيه. ان شاء الله. احنا ما حدنا مكنة بنعمل عليها اهو. الصلاة على النبي معاك اهو. دايما ايه وانت بترصي تخلي بين البسكوت وبعضه ايه وفراغ عشان مش يلزق في بعض، عشان البسكوت السكر بخليه يسيح شوية يعني. عايزة تحط عليه برتقال، عايزة تحط عليه، كل واحد ايه وله طريقة في الحاجة اللي باكلها. اهو يا حبايبي. اهو يا حبايبي شكل الصاج بتاعنا اهو بعد ما شكلناه. طبعا احنا مسخنين الفرن دلوقتي، هندخله ان شاء الله لمده ربع ساعه كده، اول ما يخرج هنوريه لكم. اهو يا حبيبي بالصلاة على النبي. هنحطه في الفرن اهو. اهو يا حبايبي طلع خلاص اهو، شايفينه قعد حوالي 16 دقيقه بالظبط. شايفين لونه؟ الصلاة على النبي اهو. البسكوتة بتاعته هشة وجميلة والصلاة على النبي، ومش فرش ولا حاجة. اللهم صل على النبي. اهو يا حبايبي انا بلم اهو. بسكوته مقرمشة و100%. والصلاة على النبي اهو. لازم اول ما يخرج من الفرن نهز الصاج كده جامد عشان خاطر ما اه يلزقش. اهو اهو يا وقدمناه حبايبي. معاكم اهو، بسكويت النشادر الجميله وبسكويت الشبح، واخد اللون الذهبي الجميل اهو. بالصلاة على النبي. بسكوته دايبة وحلوة وناشفة يعني بنفس الوقت. اهو بالصلاة على النبي. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. مهم. يلا يا حبايبي بقى، أنا عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوناش بلايك حلو واشتراك في القناه. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. كل سنه وانتم طيبين. مع ألف سلامة يا حبايبي. كل سنة وانتم طيبين. مع السلامه.